بسم الله الرحمن الرحيم. نور يسبق الولادة في أرض قاحلة تحيط بها الجبال وتتوسطها صحراء الجزيرة العربية. كانت مكة المكرمة قبلة القوافل وملتقى العرب وحاضنة البيت العتيق، الكعبة المشرفة التي رفع قواعدها نبي الله إبراهيم عليه السلام مع ابنه إسماعيل عليه السلام. لكن مكة رغم شرف مكانها كانت تغرق في ظلمات شتى، عبادة أصنام وعصبيات قبلية ووأد للبنات وظلم يطغى على الضعيف. كان العالم ينتظر نورا يبدد هذا الظلام، وكان القدر يهيئ لبعثة خاتم الأنبياء. في عام عرف عند العرب بعام الفيل، خرج أبرهة بجيشه وفيله يريد هدم الكعبة، ظن أن قوته لا تغلب، وأن بيته المشيد في اليمن أولى بالحج من بيت الله في مكة. لكن الله أراد أن يحفظ بيته، فأرسل طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. وفي ذلك العام نفسه ولد النور، ولد محمد بن عبد الله يتيم الأب، فقد مات أبوه عبد الله قبل أن يراه. نشأ في كنف أمه آمنة بنت وهب، ثم في رعاية جده عبد المطلب سيد قريش. كان ميلاده رحمة، وكانت نشأته إعدادا إلهيا لمهمة عظيمة. اختار له جده اسما غير مألوف بين العرب، محمد، ليكون محمودا في الأرض والسماء. كبر الطفل اليتيم في بيئة قاسية، لكنه لم يعرف القسوة في قلبه. رضع في بني سعد عند حليمة السعدية، فحلت البركة في بيتها منذ أن حملته بين ذراعيها. كانت ترى فيه نورا وتشعر أن لهذا الغلام شأنا عظيما. مرت السنوات والطفل يكبر، طاهر السيرة، عفيف النفس، صادق الحديث، لم يسجد لصنم ولم يشارك في لهو الجاهلية. كأن عناية الله تحيط به في كل خطوة وتصونه من كل رجس. كانت مكة لا تعلم أن بين أزقتها يسير من سيغير وجه التاريخ، من سيحمل رسالة السماء الأخيرة إلى الأرض، من سيخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. ذلك هو محمد صلى الله عليه وسلم، بداية الحكاية وبداية النور. أرجو الاشتراك وانتظار الجزء الثاني. شكرا لكم أعزائي، إلى اللقاء.